يا أهلا بكل شخص اختار يمنح نفسه لحظة وعي حقيقية. مرحبا بيك في مساحة جديدة نكبر فيها سوا، نفهم أكتر ونرجع أرواحنا لتوازنها الصحيح. أنا سمر العثمان ودي حلقة جديدة من بودكاست العارف. أنا درست إدارة الأعمال في الأساس، لكن قلبي اختار طريق النفس والمشاعر فدرست علم النفس المتكامل، وتخصصت في تدريب الوعي بالمشاعر والأحاسيس والتربية الخاصة، واتطورت الإعداد المدربين. رحلتي كلها كانت بحث عن الفهم، إزاي نفهم نفسنا بصدق ونعيش بعفوية من غير إقناع. ومن هنا بدأت رحلتي في كتابة كتاب أنا سميته تلقائيا مشاعر بلا قيود. النهاردة هنخف عن أنفسنا حمل الماضي وحتى عن الناس اللي وجعتنا. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا مرينا بيها أو بنمر بيها دلوقتي، وهي الفوضى العاطفية. إحساس إنك مش عارف أنت حاسس بإيه بالظبط، فرحان ولا متضايق، بتحب ولا بتكره. شعرك كلها داخلة في بعض، عاملة زي المطبخ اللي بعد عزومة كبيرة. الإحساس ده بيخلينا طول الوقت مترددين قلقانين، مش عارفين ناخد قرار. طيب إيه اللي وصلني للحالة دي؟ وإزاي أقدر أعمل ترتيب جوه دماغي وقلبي؟ الحلقة دي هتكون خريطة طريق عشان ننظف فوضى المشاعر دي ونرتبها، ونرجع تاني نحس بالسلام الداخلي. فركز معايا كويس قوي، علشان النهاردة هنتكلم عن الحقيبة، حقيبة القيد العاطفي. تخيل كده إنك ماشي في طريق طويل شايل على ظهرك حقيبة، من كتر ما اتعودت عليها نسيت إنها موجودة أصلا. بس كل ما تحاول تجري تتعب، تحاول تفرح تتقلك، تحاول تبدأ من جديد، تحس إن في حاجة بتسحبك تاني لورا لنقطة الصفر. الحقيبة دي مش فيها هدوم ولا أوراق، فيها مشاعر قديمة ما خلصتش، فيها خيبات وخذلان، مخاوف وذكريات معلقة ما اتقفلتش كويس، وفيها كمان كلمات ما اتقالتش ومواقف ما اتفهمتش. الناس تشوفك من بره تفتكر انك تمام، بس انت جواك عارف ان في حاجة متقلاك، عارف انك محتاج ترتاح. افتح اللي جواك وتعاتبه وتواجهه، تطلعه. بس دايما بيبقى فيه خوف، خوف من اللي هتلاقيه. القيد العاطفي مش لازم يكون تروما كبيرة، اوقات بيكون فكرة صغيرة بس متغلغلة فيك لدرجة انها بقت حقيقية. مش لازم تكون قصة خاصة بيك انت، ممكن تكون مواقف حصلت قدامك وتأثرت بيها وترجع تاني تعيد نفسها زي صوت داخلي بيقولك ما تعبرش، الناس مش هتفهمك، لو حبيت هتتأذي، لو قلت الحقيقة هتخسر. الكلمات دي ممكن تكون اتعاشت قدامك مرة، ويمكن وانت صغير اتخزنت في اللاوعي وبقت قوانينك الداخلية. كل مرة بتحاول تحب، تتقرب أو تكون صادق، القيد ده بيطلع يهمس في ودنك. خلي بالك ما توجعش قلبك، ما توجعش نفسك، فتتراجع، تلبس قناع القوة أو الهدوء أو السخرية. بس الحقيقة أنت مش حر، أنت مقيد بالحقيبة. الحقيبة اللي فيها 3 أنواع من الأحمال. الحمل الأول اللي هو احنا هنتكلم عنه النهاردة هو القيود الموروثة، اللي جايين بيها من الطفولة، زي إنك اتعلمت إن التعبير ضعف، أو البكاء، أو إن الحب لازم يكون بأداء مثالي عشان تستحقه، يعني لازم يكون مشروط. اللي اتزرع جوانا قبل ما نعرفه، هي دي القيود الموروثة. ممكن تسميها برمجة أو معتقدات، لكن في رحلتي اخترت إني أسميها قيود نفسية. اتطورت حتى أصبحت اعتراضات فرضناها على نفسنا وفوضى عاطفية. في حاجات جوانا مش إحنا اللي اخترناها، اتولدت معانا كأنها خيوط رقيقة ملفوفة حوالين القلب. خيوط مش دايما بتوجع، بس بتتحكم في الطريقة اللي بنحب بيها، اللي بنخاف بيها، واللي بنقرب أو بنبعد بيها عن الناس. القيود الموروثة دي مش دايما بتكون كلمات واضحة، لكنها إحساس اتغرس فينا من واحنا صغيرين. زي لما كنتي مثلا بتعيطي وحد يقولك بس كفاية عياط، انت بقيتي نكدية، لا العياط مش حلو ليكي. فكرتي وانت كبيرة ان التعبير عن المشاعر ضعف او عيب. او لما كنت بتحب تفرح الناس وتخاف تزعل حد وتحاول ترضي كل اللي حواليك، فبقت تربط قيمتك برضاهم. المؤلم في القيد الموروث انك ما كنتش طرف في اختياره، حد تاني اللي زرعه جواك بحسن نية، بس نسي يقولك انه مش لازم تفضل شايله طول عمرك. خد بالك، خدي بالك، الطفلة اللي كانت بتحاول تثبت انها كويسة علشان الكل يفضل يحبها، كبرت ولسه بتحاول تثبت نفس الشيء في كل علاقة، في كل شغل، في كل موقف. مش لانك ضعيفة، لكن لان البرمجة القديمة لسه شغالة. القيد الموروث مش دايما مؤلم في ظاهره، احيانا بيكون جميل من بره، زي التربية المثالية اللي بتقولك اعملي كل حاجة صح وخليكي قوية، بس الرسالة الخفية كانت ما ينفعش تغلطي. فتعلمتي ان الضعف عيب، والاحتياج عار، والمساعدة يعني فشل.
تبدأي تعيشي ورا قناع القوة، قناع شكله ناجح لكنه تعب جدا. اسمحي لي بقى دلوقتي أسألك سؤال صغير، لما بتحسي إنك مضغوطة بتسمحي لنفسك بالراحة ولا بتكملي عشان تثبتي لنفسك إنك تقدري؟ القيد الموروث مش جدار، هو تكرار. كل مرة بتعملي نفس السلوك حتى لو تعبت، كل مرة بتختاري الصمت بدل المواجهة، كل مرة بتعتذري عن حاجة مش غلطك. دي مش صدفة، دي ذاكرة قديمة بتقودك وبتحركك من جوه. لكن الجميل في الوعي إنه ما بيحاكمش الماضي، هو بيفهمه. لما تكتشفي إنك لسه بتتصرفي بعقل طفلة كانت بتخاف وقتها بس تقدري تحتضنيها بدل ما تهاجميها، تقولي لنفسك خلاص أنا كبرت، أنا دلوقتي أقدر أختار. التحرر من القيد الموروث مش بيحصل في لحظة، ده بيبدأ من لحظة صدق واحدة مع نفسك لما تسألي هو أنا ليه بخاف أطلب؟ هو أنا ليه بحس بالذنب لما أعبر عن اللي جوايا أو أرفض طلب لحد؟ هو أنا ليه كل ما حد يقرب مني أخاف وأبعد؟ كل إجابة على سؤال من دول هي خيط بيتفك من الحبل اللي كان ربطك من زمان. عايزة تعرفي المفتاح الحقيقي؟ هو التصالح مع الأصل. ولا تلومي ولا تغضبي ولا تتجاهلي، لكن تعترفي بيه. أيوة أنا جاية من بيئة كانت بتخاف، بس أنا مش لازم أعيش نفس الخوف. أيوة أنا اتعلمت أكون مسؤولة عن الكل، بس دلوقتي لازم أكون مسؤولة عن نفسي شوية. تحرر مش تمرد، تحرر وعي واختيار خطوة بخطوة. كل ما تفكي قيد صغير النبض اللي جواكي هيبدأ يتنفس من جديد، هتسمعي صوتك الحقيقي اللي كان مستخبي ورا صدى الآخرين. وفي نهاية الحلقة قبل ما تقفلي خدي نفس عميق وحطي ايدك على قلبك بهدوء وقولي لنفسك أنا مش الصورة اللي اتعلمتها، أنا الكيان اللي بيكتشف نفسه من أول وجديد. كل ما تتعودي تسمعي الجملة دي هيبدأ الحبل القديم يتهدى، وقلبك هيبدأ يعرف طريقه لمشاعر بلا قيود. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، واللي هنفتح فيها الملف التاني في حقيبة الفوضى العاطفية. يا ترى متحمسة تخفي عن مشاعرك وقلبك ووجعك شوية؟ انتظري الحلقة الجاية.